ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض 3 انواع من الكيكه في قالب واحد، يعني في صينيه واحده. هنعمل شوكولاته وهنعمل فانيليا وهنعمل ماربل. بجد كيكه حلوه جدا وهشه ومرتفعه. وكمان كل ما نيجي نعمل كيكه ده يقولك انا بحب الشوكولاته، لا انا بحب الفانيليا. دي بقى هتحل لنا الازمه دي للابد، وكل واحد نفسه في حاجه هيلاقيها، ومتاكده لو عملتوها هتعتمدوها وهتعملوها على طول. قبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، ويلا بينا على الطريق. هنحتاج 3 بيضات، كوباية ونص سكر، كوبايتين ونص دقيق، كوباية لبن، نص كوباية زيت، 3 معالق كاكاو، 3 اكياس فانيليا وكيس بيكنج باودر، رشة ملح ومعلقة كبيرة خل. اول حاجة هننزل بال3 بيضات وعليهم الكوباية ونص سكر. انا عيرت كله بكوباية الشاي، كلهم بنفس الكوباية، ف3 بيضات وكوباية ونص سكر. والفانيليا هننزل بيهم ونضربهم الاول شوية مع بعض، وبعد كده ننزل بكوباية اللبن ونص كوباية الزيت. بعد بقى ما ضربناهم وتأكدنا ان السكر داب كويس جدا، هنبتدي ننزل بالدقيق واحدة واحدة كده. هما كوبايتين ونص، ندخلهم الاول احسن. فنزلت كوباية كده ونخلتها، وكوباية تانية، ونص كوباية في الاخر. فحطيت عليها باكل بيكنج باودر ورشة الملح، ونقلبهم كويس مع بعض. نفضل بقى نقلب فيهم كويس، ونقلب في اتجاه واحد بس. وهو ده القوام بتاع الكيكه بتاعتنا. هي كده لحد دلوقتي هي كيكه فانيليا. فهوريكم ازاي هنحطهم كلهم في صينيه واحده ونعمل منها فانيليا وشوكولاته وماربل. هنجيب بقى القالب بتاعنا اللي هندخله الفرن، ندهنه بشويه زيت، دهنا كويس ودهنا الجوانب. هنجيب بقى من عندنا اي فوطه كده تبقى تخينه شويه، ونطبقها كده زي ما انتم شايفين. وبصوا هحط عليها القالب معوج ازاي. انا حطيت الفوطه وعليها القالب وعوجته. وهنزل الاول بالفانيليا، يعني تقدروا تتحكموا بقى في الفانيليا كميتها اكتر ولا لسه الشوكولاته اللي هنعملها. نزلت بقى بكميه الفانيليا اللي انا عايزاها. هاخد بقى الخليط بتاعي المتبقي ده واحط عليه الكاكاو الخام من 2.5 ل3 كبار زي ما قلنا في الاول. وبعد كده عشان نرجع لنفس القوام ده هحط عليهم 3 معالق كبار لبن برضو، يعني كل معلقه كاكاو قدامها معلقه لبن كبيره. وبرضو اللبن يبقى بدرجة حرارة المطبخ، ما يبقاش ساقع. ونقلبهم كويس بقى زي ما انتوا شايفين كده عشان نرجع للقوام الاصلي، ما يبقاش الكاكاو اتقل من الفانيليا. وهبتدي اصب بقى الشوكولاتة. بصوا كده وانا بصب الشوكولاتة كده هتزق الفانيليا. وبعد كده بعد ما احس ان الشوكولاتة ابتدت تملى القالب، اشيل بقى الفوطة اللي من تحت دي. خلاص كل حاجة خدت مكانها كده، وبس كده خلاص. ننزل الباقي بقى ونخبط خبطتين على الصينية، وادخلها على فرن سخن. من اول ما ابتدينا نعمل الكيكة على 180 في الرف اللي في النص. تاخد تقريبا 25 دقيقة. وطبعا تابعوها لانها بتختلف من فرن للتاني. اول ما تبدأوا تشموا ريحة الكيكة خلاص ابدأوا بصوا عليها، افتحوا الفرن فتحة بسيطة كده وشوفوها. ده شكلها بقى بعد ما خرجت. فنختبرها باي حاجه بقى، شوكه، سكينه، او بالعصايه دي. اهم حاجه العصايه تطلع نظيفه ما فيهاش اي عجين خالص. وزي ما انتم شايفين بقى 3 انواع في صينيه واحده. بصوا بقى لما هنقطعها بجد جميله جدا، بس انتوا استنوا عليها شويه كده عشان تعرفوا تقطعوها وتبقى ايه القطع ماسكه نفسها كده. طعمها لذيذ جدا وسهله وبسيطه، ما بتاخدش وقت. يلا جربوها وهستنى رايكم في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، وبألف هنا عليكم.